السلام عليكم. غدا إن شاء الله إن كنا من الحيين سوف أفحص هذه الخلية التي من المتوقع أنه حدث فيها انهيار للنحل رغم أنها بعاسلة، أسباب الانهيار مجهولة، لأنها خلية لصديق. وكما يبدو لي عندما وضع العاسلة قتل الملكة، لذا الخلية لم تتطور. لذا سوف أفحصها أنا وأضع لها الواجب والإجراءات للحفاظ عليها قوية. وهنا إما يغذيها، هذه الخلية تحتاج لتغذية، خاصة إن كان عدد إطارات الحضانة فيها 4 إطارات. نظريا يبدو لي أن الخلية بأكملها لا تتجاوز 8 إطارات و10 إطارات، إنها بعاسلة. أو الخيار يبقى له بعد التغذية أقوم بتقسيمها، لأن في المنطقة ما زال وقت التقسيم جيد ونسبة تلقيح الملكات جيدة. لذا لا يمكن أن يأتي لإنسان ما من الغرب الجزائري أو من الوسط الجزائري ويقول لي لقد انتهى وقت التقسيم. صحيح، أما في الأوراس وفي المرتفعات الشرقية ما زال تلقيح الملكات جيد، نسبة جيدة، ممكن 70% نسبة التلقيح في الأوراس 70%. وكل منطقة تختلف. مثلا في الساحل النحل في منتصف ديسمبر يبدأ بالنشاط، يبدأ بالاسترجاع. أما نحن في المرتفعات الشرقية تعود الملكة من مرحلة توقفها من البيض في منتصف ديسمبر وبعدد محتشم بقليل من البيض، ويرتفع نشاطها تدريجيا. لذا يكون في علم الجميع أن الجزائر واسعة والمناطق تختلف، كل منطقة بأجوائها. مثلا جانفي يمكنني الابتعاد عن منطقتي، أذهب لضواحي بسكرة، يمكنني التقسيم في 15 جانفي، ولكن في منطقتي التقسيم يكون بداية مارس، حتى في فيفري صعب. أما في ولاية بسكرة مثلا 120 كيلو فقط أستطيع القسمة من 15 جانفي، يمكنني القسمة بكل أريحية. المهم الكثير من النحالين انهارت خلاياهم إما بسبب تسرعهم في وضع العاسلة، تكون الخلية غير مكتظة. هذه من الأسباب التي تجعل الخلايا لا تتقدم ولا تتطور. حتى عندما يكون المرعى متوسط أو جيد، ولكن التقلبات الجوية هي السبب في تراجعها. مثلا تكون الخلايا أقل من 7 إطارات حضانة. صحيح الكثافة النحلية ممكن 10 إطارات،
ولكن الحضانة 7، وخاصة إن كان الجو مازال بارد، لا يمكن وضع العاشرة، لأنك إذا وضعت العاشرة سوف تنهار الخلية وتجهد النحل، بدل أن تتقدم تتراجع الخلية. لذا تابعونا إن شاء الله حول هذه الخلية، وما هي الإجراءات التي أتخذها معها، وما هي رغبة صاحب الخلية. هل أقوم بتقسيمها؟ بشرط حتى إن وجدتها ب4 حضانة يجب أن أطورها إلى فوق 6 إطارات حضانة. ولقد شاهدتم الآن في الطرود كيف تطورت. تقريبا في 13 يوم قبل 13 يوم كانت طرد على 3 إطارات حضانة، واليوم تقريبا على 5 إطارات حضانة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا على المتابعة.